أصدقائي أحبتي المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذا المقطع الذي سألقي لكم فيه قصيدة جديدة للشاعر حسين العماد، وهي قصيدة مدح تذكرنا بتلك القصائد التي امتدح فيها الشعراء أبرزهم المتنبي أحمد بن الحسين الذي مدح في قصائد عدة. لا أخم هذا شجرة. كانت هناك مداخلة للمذيع علي الزهري الذي حل ضيفا علينا اليوم من لبنان. المهم، هذه القصيدة كتبها حسين العماد الشاعر البديع في صديقه الدكتور ناصر العرجلي، وكان عنوانها سلام على ناصر العرجلي. لن أطيل عليكم وسأدخل إلى النص مباشرة. سلام على الثائر الأول وأشجع من حز بالمنصل، سلام على من له فؤاد تصلب كالجندل، تصلب لكن على الظالمين رؤوف على الخائف المثقل. سلام على أكرم الأكرمين إذا بخل الناس لم يبخل. سلام على قبلة الثائرين، سلام على الكامل الأكمل، شقيق الشهيد النبيل الذي يرد المظالم بالمقصل، شجاع وفي كريم الخصال وبالدين والعرف لم يجهل. سلام عليك أعز الرجال لك الله في اليسر والمعضل. سلام على الحر من كان في حكومتنا الأمس كالمنهل. سلام عليك أيا موئلا لكل سقيم، ويا موئلي ويا من بدونك صرنا بلا دواء وفي دائنا نصطلي، لأنك من يوم فارقتها أصبت الحكومة في مقتلي، ومذ غبت عن دولة الأولياء لك الله لم يبق فيها ولي، ومستشفيات ومستوصفات تمنت بأنك لم ترحلي. ويا ليت شعري لماذا الولاة أقالوك واللص لم يعزل، لثورتنا كنت سيف الهدى ويمناك دكة حشى المعذل، وقد كنت أول من ثار في زمان الطغاة ولم نفعل. رأيت المسيرة في كربة وحولتها أنت للأفضل، فكم فاسد منك في مأزق وكم فيك من سارق مبتلي، وما هزك الكيد بل هزهم فأنت الغضنفر ذو المعقل. إليك أزف وريج المنى ودمعي أمر من الحنظل. سلام عليك وأنت الذي بغير المساكين لم تشغل، وحققت آمالهم مثل ما به حقق الله لي مأملي، فلم يسأل الأهل عن صحتي وما مر يوم ولم تسألي. سلام على من سما في السماء وقاتل ردفان في الأثقل. أتيت أهنيك يا سيدي وأهدي إليك سنا مشعري، وما جئت أرسيك في فقده أيرثى ضياء ولم ينجلي، وإن غاب عن أرضنا نوره فنورك يا نجل يحيى جلي، وردفان باق بقاء الجبال بعليائه لا ولم ينزل. إذا ما اصطفى الله ذاك النبيل فقد أورث النبل للأنبل، ومن شاهدوا نوره يسألون أهذا ضياء النبي أم علي. أساك أسى الشعب يا سيدي وكربك كرب له ثم لي، كأنك خير بني آدم وخير الذي شرفوا منزلي، برفقة ردفان شرفته لذا بات بيتي بقدر علي. ويهناكم الفضل آل الشهيد ويهنى السعيدة في من يلي. سلام بدايتها والختام، سلام على ناصر العرجلي. كان هناك تعقيب للأستاذ علي الزهري الذي حل ضيفا علينا اليوم في صنعاء وفي هذا المقطع، يقول أين القرار؟ خلي بنت الصحن تنزل ومن هذا القبيل. كيف؟ الآن ما رأيك بعد التعديلات الدستورية؟ بعد النصاح عظيم، دمتم بخير.